السلام عليكم. عليكم السلام. في سؤال من زمان قوي عايز اساله لك. اسأل. هو انت ليه مسمي المحل بتاعك الغشاش؟ عشان رغيف الحواوشي عندي ب10 جنيه. طب هو في رغيف حواشي ب 10 جنيه واللحمه غاليه قوي كده؟ ومن هنا بقى جه اسم المحل الغشاش. بص يا حبيب قلبي، انا رغيف الحواوشي بتاعي مش بحط فيه لحمه عكس المحلات التانية. امال بتحط ايه؟ بحط دهن وبوش وفرن وتوابل وفول صويا وفاهم، بفركها في بعض كده وبعمل خلطه من غير شرطه. وفي بقى سر ما انا مش هينفع اقول لك عليه. وبعمل الرغيف ب 10 جنيه وصريح مع الزبون، مش بغش. براعي الغلبان عشان ياكل. وبياكل؟ بياكل، ما غشتوش، جيت معاه سكه عكس المحلات التانية. الزبون بيروح ياكل وفي غموض، مش عارف نوع الحيوان اللي بياكله. انت عايز كام رغيف؟ لا انا مش عايز حاجه خالص. يا جماعه الفيديو ده كوميدي وفي نفس الوقت فيه توعيه. اهم حاجه اللي عايز اوصلها لكم، تقللوا من اكل الشارع، ويوم ما تضطر تاكل من اماكن موثوق فيها، محلات معروفه وبتراعي ربنا. عشان في ناس كتير مش بتراعي ربنا، بتغش الا ما رحم ربي. في ناس محترمه كتير قوي، وربنا يحفظنا، عشان في امراض كتير قوي كترت اليومين دول والناس مش عارفه السبب. السبب اكل الشارع. اللهم احفظنا جميعا.